كتير مننا بيسمع كلمة ديليجيتس وبيحس إنها حاجة كبيرة وصعبة تتفهم، بس في الحقيقة الموضوع أسهل من كده بكتير. في الفيديو ده هنشوف مع بعض إيه هي الديليجيتس، إزاي نستخدمها، ليه بنحتاجها. أنا إسلام حلمي، ايجور ديفلوبر سيرتيفايد، بحاول أسهل وأبسط المواضيع اللي ممكن تاخد مننا وقت، وفي الفيديو ده هنتكلم عن الديليجيتس. يلا بينا. عشان نفهم الديليجيتس محتاجين ناخد خطوة لورا ونتكلم عن الفاريبلز. الفاريبلز عندي في السي شارب عبارة عن حاجة من اتنين، يا إما value type يا إما reference type. احنا عارفين ان الفاليو تايب بتشيل فاليو، والريفرنس تايب بيشيل ريفرنس بيشاور على اوبجكت في الميموري. طيب عشان اعرف الريفرنس تايب، ممكن اعرف الريفرنس تايب ازاي؟ عندي طريقتين، يا اما استخدم built in type يا اما استخدم user defined type. البيلد ان تايب زي السترينجز مثلا، السترينج هو عباره عن الياس لسيستم دوت سترينج كلاس. طيب اليوزر ديفايند تايبس بنعرفها ازاي؟ عن طريق ان احنا بنعمل كلاسز وبنكريت من الكلاسز دي اوبجكت. خلينا ناخد اكزامبل. مثلا لو انا عندي كلاس اسمه بيرسون ومعرفين منه فاريبل وليكن اكس، بنقول equal new person. فالفاريبل ده هيبقى شايل ايه؟ الفاريبل ده هيبقى شايل reference بيشاور على object في الميموري. لحد هنا احنا متعودين على الشكل ده وواخدين عليه عادي جدا. طيب لو قلت لك ان بنفس الطريقه انا ممكن يبقى عندي فاريبل شايل ريفرنس، بس بدل ما بيشاور على اوبجكت بيشاور على ميثود في الميموري. هنا انت هتسالني سؤالين، ازاي اعمل كده اصلا؟ والسؤال التاني هو ليه انا محتاج اعمل كده؟ خلينا نمسك السؤال الاولاني، ازاي اعمل كده؟ لو تلاحظ ان احنا قلنا ريفرنس تايب يشاور على ميثود، فالسؤال هنا هيبقى هل هو بيلد ان تايب ولا يوزر ديفايند تايب؟ هو يوزر ديفايند تايب. هتقول لي احنا بنستخدم كلاسز عشان نقدر نعمل يوزر ديفايند تايبس، هل الكلاسز تقدر تشاور على ميثود؟ هقول لك لا. هقول لك بس في حاجه تانية ممكن نستخدمها تخلينا نشاور على ميثود. ايه الحاجه التانية دي؟ هي الديليجيتس. عشان اقدر استخدم الديليجيتس انا محتاج خطوتين بالظبط. اول خطوه ان انا اكون عارف ايه شكل الميثود اللي انا محتاج اعمل ديليجيت يشاور عليها. تاني خطوه ان انا اعمل فاريبل من الديليجيت واديله الاكشوال ميثود. تعالوا نشوف ازاي نعمل اول خطوه. اول خطوه عشان اعملها انا بستخدم كي وورد اسمها delegate. بعدها بحط الريتيرن تايب بتاع الميثود اللي انا محتاج اشاور عليها. بعدها بحط اسم الديليجيت هيكون ايه، delegate name مثلا. بعدها البارامترز اللي الميثود هتاخدها. تاني خطوه ايه هي؟ ان انا بعمل فاريبل من الديليجيت اللي انا لسه عامله وليكن delegate 1 واديله الاكشوال ميثود اللي محتاج يشاور عليها. طيب خلينا نشوف الكلام ده في الكود هيبقى عامل ازاي. طيب هنا انا عندي كونسول ابلكيشن. خلينا نكبر الشاشه الاول. الكونسول ابلكيشن ده جواه ميثود اسمها برنت وكونسول، بتاخد مني مسج وبتعمل برنت للمسج. وعندي المين ميثود. طيب ايه اللي محتاجين نعمله؟ احنا قلنا محتاجين نعمل فاريبل يشاور على ميثود في الميموري، فاحنا قلنا هنعمل الكلام ده باستخدام طريقتين. اول طريقه ان انا اعرف ديليجيت بيشاور على ميثود سيجنتشر. طيب الديليجيت اعرفه فين؟ الديليجيت ليه مكانين، يا اما اعرفه جوه نيم سبيس مباشره يا اما اعرفه جوه كلاس. خلينا نعرفه جوه الكلاس. قلنا عشان اعرف الديليجيت انا بكتب ديليجيت كي وورد، بعدها بكتب الريتيرن تايب بتاع الميثود اللي محتاج اشاور عليها، هنا void، وبعدها الديليجيت نيم وليكن print to console delegate، وبعدها البارامترز اللي بتاخدها الميثود دي اللي هي string x. واجي هنا في المين بعدها اعمل فاريبل من التايب اللي انا لسه عامله ده. فالتايب بتاعي اللي انا عملته اللي هو print to console delegate، اسم الفاريبل هيكون print delegate، واديله الاكشوال ميثود اللي هي print to console. بديله الاكشوال ميثود من غير اي بارامترز. امتى بدي البارامترز؟ لما اجي انادي على الميثود دي باستخدام الديليجيت. ازاي انادي على الميثود دي باستخدام الديليجيت؟ اسم الفاريبل اللي انا عملته اللي هو print delegate، وهنا ابعت المسج بتاعتي وليكن hello delegates. تعال رن الابلكيشن، طلع لي مسج console hello delegates. هنا عندنا مشكله صغيره. ايه هي المشكله دي؟ المشكله دي ان انا محتاج كل مره اكون عايز اعمل ديليجيت بيشاور على ميثود اللي انا اعرف الميثود. هل في طريقه تانية ان انا ادي بيها ميثود لديليجيت من غير ما اعرف الميثود؟ في طريقتين تانيين. اول طريقه ايه هي؟ ان انا استخدم anonymous. الطريقه الثالثه اللي انا استخدم لمبه اكسبريشن.
تعال نشوف الطريقه الثانيه. في الطريقه الثانيه انت بتقول ان انت مش محتاج تعرف الميثود. تعال نشيل الميثود خالص، وتعالى نعمل كومنت لللاين ده برضو، وهنا نقول print console delegate print delegate. ازاي نعرف الانونيموس ميثود؟ نكتب الديليجيت كيورد تاني ونقول هنا هي الميثود دي كانت بتاخد مني ايه؟ كانت بتاخد مني string x والبادي بتاعها console.writeLine المسج دي. خلينا ناخدها كوبي من هنا، خلينا نغير المسج نخليها x والسيميكولون هنا، ونفس الكلام ننادي عليها باستخدام الديليجيت ونبعت نفس المسج، وخلينا نرن الابلكيشن ونشوف شغال ولا لا. تمام، شغال بالظبط زي اول مره. تعالوا نجرب الطريقه الثالثه lump expression. تعالى الاول نعمل كومنت للكلام ده، وتعالى هنا نكتب اللمب اكسبريشن بتاعتنا. الاول التايب بتاعنا اللي هو print console delegate، بعد كده الفاريبل بتاعنا print delegate equal. ازاي نعمل lump expression؟ الموضوع سهل جدا. الميثود دي المفروض تاخد منك ايه؟ المفروض تاخد منك فاريبل من نوع x، وبنعمل حاجه اسمها lump operator بتفصل بين البارامترز والبادي بتاع الميثود نفسها اللي هو كان console.writeLine. خلينا برضه ناخده كوبي مره ثانيه ونحط سيمبل هنا. يعتبر شبه الانونيموس ميثود بس من غير كلمه ديليجيت، بس هو في كمان حاجه تانية اسهل، ان انا مش محتاج البريسز لو انا عندي لاين واحد بس في البادي، فالشكل عندي بيبقى كده. خلينا ننده برضو على الميثود باستخدام الديليجيت، نرن الابلكيشن شغال تمام. فاحنا كده شفنا يعني ايه ديليجيتس. الديليجيتس عباره عن يوزر ديفايند فاريبلز، وشفنا ازاي ادي للديليجيت الميثود باكتر من طريقه. اول طريقه كانت النيمد ميثود، ثاني طريقه كانت الانونيموس ميثود، وفي الاخر شفنا لمب اكسبريشن. طيب لحد هنا الدنيا تمام، بس هتقول لي في مشكله واحده، ان انا في كل مره محتاج اعرف ديليجيت واديله الميثود سيجنتشر. فالموضوع ده صعب شويه او بايخ شويه. في حل اسهل من كده؟ في حل اسهل من كده. الحل ان احنا نستخدم بري ديفايند ديليجيتس. ايه البري ديفايند ديليجيتس؟ مايكروسوفت قالت لك بدل ما تعمل ديليجيت لكل ميثود عندك هديلك تايبس تستخدمها على الجهاز. ايه التايبس اللي مايكروسوفت عطتها لي؟ عطت لي 3 تايبس، تعال نشوفهم مع بعض. اول تايب حاجه اسمها فانسي. فانسي دي عباره عن ديليجيت تايب لما يكون عندك ميثود بتاخد من بارامتر لحد 16 بارامتر وبترجع فاريبل واحد، فانت ممكن تستخدم التايب بتاع الفانسي. فالفانسي بتاخد من T1 لحد T16 وبترجع ريزلت في الاخر. التايب الثاني اللي هو الاكشن. الاكشن لما يبقى عندك ميثود بتاخد من فاريبل ل 16 فاريبل وما بترجعش اي ريزلت. هنشوف مع بعض الكلام ده كله ده هنستخدمه ازاي. التايب الثالث اسمه بريديكت. لما يبقى عندك ميثود بتاخد بارامتر واحد بس وبترجع بوليان. تعال نشوف الكلام ده على الاكزامبل اللي عندنا. احنا الاكزامبل اللي عندنا احنا معرفين ميثود بتاخد مني سترينج وما بترجعش حاجه. طيب التايب اللي احنا عملناه اللي هو اسمه برنت كونسول ديليجيت، قلنا ان هو بياخد السيجنتشر دي يقدر يشاور على اي ميثود بتاخد مني بارامتر من نوع سترينج وما بترجعش حاجه. طب تعالى نشيل التايب ده ونحط مكانه تايب من البري ديفايند تايبس. ايه البري ديفايند تايبس اللي ممكن تتحط هنا؟ احنا قلنا ان ده عباره عن ميثود بتاخد سترينج وما بترجعش حاجه، فاحنا كده بنتكلم على التايب ده اللي هو اكشن. تعالى نشيل البرنت كونسول ديليجيت اللي احنا عرفناها ونحط مكانها الاكشن. طيب اكشن اوف ايه؟ التايب اللي الميثود بتاخده ايه؟ هو سترينج. وكده نكون استخدمنا البري ديفايند تايب من غير ما نضطر ان احنا نعرف تايب بنفسنا. تعالى رن ونشوف الكود هيشتغل ولا لا. تمام، شغال زي المره اللي فاتت. فاحنا كده التو ستيبس اللي احنا قلنا عليهم اختصرناهم خالص. كان اول ستيب ان احنا نعرف التايب ونديله الميثود سيجنتشر. مايكروسوفت قالت لك لا، انت مش محتاج تعمل كده، انت استخدم البري ديفايند تايبس واشتغل بيهم على طول، اعمل منهم فاريبلز على طول. تاني حاجه كانت عندنا ان احنا ندي الاكشوال ميثود للفاريبل اللي عرفناه، ولقينا ان احنا عندنا اكتر من طريقه اقدر ادي بيها الاكشوال ميثود، كان اخرها اللمب اكسبريشن. فاحنا كده وصلنا ان احنا بنستخدم البري ديفايند ديليجيتس مع اللمب اكسبريشن. طب خلينا ناخد اكتر من اكزامبل ونشوف ازاي نستخدم الفانسي، ازاي نستخدم بريديكت. خلينا نتخيل ان انا عندي ميثود ثانيه، الميثود دي وليكن بتجمع رقمين وبترجع لي المجموع بتاعهم. فخلينا نعرف ميثود هنا الاول وبعد كده هنحولها لمب اكسبريشن عشان يبقى الموضوع سهل وماشي معانا بالتدريج.
خلينا اقول ان انا عندي ميثود بترجع انت وبتعمل اد وبتاخد مني انت اكس وانت واي، وكل اللي بتعمله return الاكس بلس الواي. طيب انا عايز اعمل ديليجيت يشاور على الميثود دي. الميثود سيجنتشر اللي عندي ايه؟ عندي ميثود بتاخد 2 بارامترز وبترجع 1 فاريبل. طيب مين في البري ديفايند ديليجيتس اللي يقدر يشاور على ميثود زي دي؟ الفانسي بتاخد من بارامتر ل 16 وبترجع لي فاريبل. فمعنى كده ان انا اقدر هنا اجي اقول فانسي ايه البارامترز اللي بتاخدها الات؟ انت وانت، وبترجع ايه؟ بترجع انت. دايما اخر ارجومنت في الفانسي هو اللي بيرجع. هنسمي الفاريبل بتاعنا ايه؟ ات ديليجيت. الميثود اللي هياخدها ايه؟ هي ات. ونيجي هنا ننده على الفانكشن باستخدام الات ديليجيت. الفاريبل اللي عرفناه نقول له مثلا 3 و4، وتعالى نعرف فاريبل نشيل فيه الريزلت اللي بترجع ونعمل لها console.writeLine. وتعالى نعمل رن، طلع لي الريزلت 7. تمام. احنا قلنا ان انا اقدر استعمل لامب اكسبريشن مكان النيمد ميثود، فتعالى هنا نعرف اللامب اكسبريشن بتاعتنا. احنا عندنا ميثود بتاخد 2 بارامترز، فانا هكتب على طول البارامترز اللي بتاخدها اكس وواي، اللامب اوبريتور، وبترجع عندي x بلس y. هنا انا مش محتاج اعمل return x بلس y لان طالما عندي لاين واحد فهو بيعمل له return من نفسه. خلينا نرن ونشوف الابلكيشن هيشتغل زي ما كان شغال ولا لا. تمام، شغال زي ما كان شغال بالظبط. فاحنا كده عملنا ميثود جديده شاورنا عليها عن طريق ديليجيت نوعه فانسي، وندهنا على الميثود باستخدام الديليجيت اللي احنا عملناه. تعالى ناخد اكزامبل ثالث على البريديكت. خلينا افترض ان انا عندي ميثود، الميثود دي بترجع بوليان وبتشوف، بتاخد نمبر، بتشوف هو النمبر ده even ولا لا. فخلينا نسميها is even، والنمبر بتاعنا int x مثلا. بترجع ايه؟ بترجع true لو كان ال x mod 2 equal 0. طيب خلينا نعرف الديليجيت اللي هيشاور على الميثود دي. الميثود بتاعتي بتاخد 1 بارامتر وبترجع بوليان، فكده ايه الديليجيت اللي ممكن نستخدمه عشان يشاور عليها البريديكت؟ فنقول بريديكت. طيب بتاخد ايه؟ بتاخد int ونديله variable name وليكن is even delegate، ونقول بتساوي is even، وبعد كده ننده عليه. احنا مش محتاجين نرن الكود، احنا محتاجين نغير is even ونخليها lump expression. ازاي هنخليها لامب اكسبريشن؟ هي از ايفن بتاخد ايه؟ بتاخد نمبر، فهنقول ادي البارامتر بتاعها انت نمبر، وده اللامب اوبريتور. وبترجع ايه؟ خلينا نجيب البادي. بترجع ترو في حالة لو كان الاكس مود 2 equal 0. احنا قلنا مش محتاجين نريتيرن طالما هي وان لاين في البادي، والاكس هنا خلينا نغيرها ونخليها نون. ننادى عليها هنقول is even delegate ونديله وليكن 4، وخلينا نشوف الريزلت اللي بترجع. نعمل لها console.writeLine. تعال نشيل الاد delegate القديمة وتعال نشوف هطلع لنا ايه. كنترول 5 رجع لي true. طيب كده نكون شفنا ايه هي الديليجيتس، ازاي نعمل ديليجيتس، ازاي نقدر نبعت ميثود للديليجيت. شفنا كذا طريقه نبعت بها الميثود، شفنا النيم ميثود، شفنا الانونيموس ميثود، شفنا اللامب اكسبريشن، واستغنينا عن ان احنا نعرف ديليجيت بنفسنا واستخدمنا بري ديفايند تايبس. شفنا الفانسي، شفنا البريديكت والاكشن. بعد كل ده ايه لازمه الديليجيتس؟ طب انا ممكن انادي على الميثود على طول، ليه محتاج اعمل ديليجيت عشان يشاور على الميثود؟ الاجابه باختصار هي الكول باكس. وخلينا هنا نرجع للبورد بتاعتنا. في الاول يعني ايه كول باكس؟ الكول باكس باختصار هي ان انا ابعت ميثود لميثود تانية، بحيث ان الميثود التانية تقدر تنده على الميثود اللي اتبعتت لها في اي وقت هي تحبه. الكلام ملخبط شويه، خلينا نرسمها مع بعض. يعني لو انا عندي ميثود 1 وعندي ميثود 2، انا اقدر ابعت ميثود 1 از ارجمنت لميثود 2، وجوه اللوجيك بتاع ميثود 2 هتيجي في اي لحظه هي شايفاها مناسبه تنده على ميثود 1.
هو احنا عشان نبعت ميثود لميثود محتاجين الاول ان الميثود دي تكون عباره عن ديليجيت، واحنا شفنا ازاي نعرف الديليجيت. فمعنى كده ان ميثود 2 مش هتاخد الميثود على طول، لا ده هتاخد الديليجيت اللي بيشاور على الميثود. ده معنى الكول باك. ايه اللي بستفاده من الكول باك؟ اللي بستفاده من الكول باك ان بيخلي الكود بتاعي فليكسبل، بمعنى ان انا مش محتاج اخد اللوجيك كله بتاع M1 واحطه جوه M2. لا ده انا بخلي اللوجيك بتاع M1 دايما بيتغير. ميثود 2 دايما بتاخد اكتر من بيهيفير وبتغير اللوجيك بتاعها بناء على البيهيفير اللي بتاخده. خلينا نشوف اكزامبل على الكلام ده. خلينا نعرف كلاس لوحده نسميه بروسيسور هيلبر. جواه وان ميثود، الميثود دي بتعمل بروسيس للداتا وبترجع string اسمها process data، بتاخد مني string data وبترجع لي data دوت to upper. ده اللوجيك بتاعها. الميثود دي موجودة جوه هيلبر عندي. الهيلبر ده أي حد عندي في التيم بيستخدمه. عشان نتخيل استخدامه خلينا نروح على البروجرام فايل وخلينا نيجي الأول المين فانكشن. أنا عايز أستخدم الهيلبر ده. هنعمل اوبجكت من الهيلبر بتاعنا هو البروسيسور، نيو بروسيسور، ونقول بروسيسور دوت بروسيس الداتا ونديله بروسيس and convert to uppercase. تمام. فده استخدام الهيلبر بتاعي. بس جه حد في التيم قال لي هو ينفع تعمل لي لوج للداتا على الكونسول قبل ما تبعتها لي؟ قلت له تمام، بسيطه خالص. هروح هنا على الفانكشن بتاعتنا وقبل ما اعمل ريتيرن هقول console دوت رايت لاين الريزلت بتاعتي. خلينا ناخد الداتا دي فوق الاول، خلينا ناخد اللاين ده فوق ونحط variable وبعد كده return الريزلت. لحد هنا تمام. جه واحد معايا في التيم تاني قال لي لا ينفع بدل ما بنعمل console دوت رايت لاين على الكونسول نعمل لوج في فايل. فهنا قلت له تمام، نروح على الهيلبر بتاعنا واحط اف بلوك. لو انت بعت لي البوليان فلاج اللي هو لوج تو فايل هعمل لوج على الفايل، لو لا هعمل لوج على الكونسول. خلينا هنا نعمل كونسول دوت رايت لاين برضه ونسيميليت ان ده بيلوج على فايل. لحد هنا الدنيا تمام. جالي واحد تالت فهنا ما اقدرش احط اي حاجه اكتر من كده. معنى ان انا احط اي حاجه اكتر من كده ان انا هفضل ازود في بلوكس واخلي الكود بتاعي كومبلكس ومش مفهوم، وكل ما ازود في بلوكس كل ما الكومبلكس بتاع الفانكشن بتاعتي بتزيد. طيب خلينا نفكر شويه بطريقه مختلفه. هو كل كلاينت من اللي بيستخدموا الميثود بتاعتي محتاجين بيهيفير معين للوجينج. كل واحد محتاج استراتيجي مختلفه للوجينج. الكلاينت الاول محتاج يعمل لوج على الكونسول، الكلاينت التاني محتاج يعمل لوج في فايل. ما ينفعش اخد البيهيفير ده واطلعه بره الميثود واخلي الكلاينت نفسه يبعته. طيب هو ايه البيهيفير اصلا؟ البيهيفير انهم محتاجين يحصل اكشن على الداتا اللي بتتبعت. الداتا اللي باخدها يا اما اعمل لها لوج على كونسول يا اما اعمل لها لوج على فايل. البيهيفير ده اقدر اطلعه في ميثود لوحده. اقدر اقول والله انا عندي ميثود بتعمل لوج، خليني اقول void log data، تاخد مني الداتا وبتعمل لوج. خليني اقول ان ده الكونسول وهنا الداتا. هتقول لي ما انا عندي واحده تانية بتعمل لوج على الفايل. تمام، تعالى نعمل ميثود تانية بتعمل لوج على الفايل، log data in فايل. نفس الكلام، تاخد الداتا وخلينا هنا نسيميوليت ان ده بلوج على الفايل. طيب فهنا اجي لو هو لوج تو فايل اروح انادي على الميثود دي اللي هي اسمها لوج داتا ان فايل وادي لها الداتا. لو كان مش لوج تو فايل انادي على الميثود التانية لوج داتا بس وادي لها الداتا. انا كده عملت اكستراكت للبيهيفير بتاعي في ميثود لوحدها. طيب هو البيهيفير ده مين اللي بيحتاج يطبقه؟ بيحتاج يطبقه الكلاينت. ما ينفعش الكلاينت نفسه هو اللي يبعت لي
البيهيفير ده. طيب هو عشان يبعت لي البيهيفير ده ايه شكل البيهيفير اللي عندي؟ شكل البيهيفير اللي عندي يتمثل في ميثود بتاخد داتا وما بترجعش حاجه. ازاي اخلي كلاينت يبعت بيهيفير عباره عن ميثود بتاخد 1 بارامتر وما بترجعش اي حاجه؟ ان احنا نعمل ديليجيت. ايه شكل الديليجيت اللي ينفع يشاور على ميثود بتاخد 1 بارامتر وما بترجعش اي حاجه؟ هو الاكشن. فخلينا هنا نعرف اكشن بياخد سترينج وما بيرجعش حاجه، ونقول ان ده لوك استراتيجي ديليجيت. واجي هنا اول ما عملت بروسيس للداتا اقول لوك استراتيجي وادي لها الريزلت بتاعتي. فانا كده مش محتاج هنا احط اف كونديشن بتاع اللي هو لوك تو فايل ولا لوك تو كونسول، لان باختصار البيهيفير ده هيبعته لي اللي بينادي على الفانكشن. فخلينا نشيل البوليان ده ونشيل الاف كونديشن والالس اللي احنا حاطينها، ونخلي الكلاينت هو اللي يبعت البيهيفير. نروح هنا بروسيس بروسيس داتا، اقول له ايه؟ اقول له والله انا عايز الوج على الكونسول، ونبعت له الميثود على انها لمبه اكسبريشن. ازاي هنبعت الميثود؟ هي الميثود بتاخد ايه؟ بتاخد الداتا اللي انا بعتها، خلينا نقول ان هي اكس ودي لمبه اكسبريشن، واقول له هنا كونسول دوت رايت لاين وليكن كونسول بلس الاكس. جه الكلاينت التاني عايز يلوج على فايل، نفس الكلام هنا، بس بدل ما البيهيفير انه يلوج على كونسول اخليه يلوج على الفايل. فانا هنا خليت الكلاينت هو اللي متحكم في البيهيفير اللي بعته للفانكشن، وفي نفس الوقت انا مش محتاج اغير هنا في البروسيس داتا دي بنسميها في البروسيس داتا، مش محتاج اغير فيها لو في بيهيفير جديد اتضاف. فانا كده كاني عملت بلج لنيو كود على اكزيستنج كود. الكود ده اللي موجود في البروسيس داتا مش هيتغير. منين ما يبقى في كود جديد الكلاينت نفسه هو اللي هيبعته لي. طيب كده نكون فهمنا ايه فايده الديليجيتس وعرفنا يعني ايه كول باكس. ويبقى السؤال، هل احنا فعلا محتاجين نتعامل مع الديليجيتس؟ الإجابة قطعا لو قلنا سيبك من الفلكسبيليتي اللي بتديها للديليجيتس في التعامل مع الكود، هتلاقي ان معظم الفيتشرز في السي شارب مبنيه على الديليجيتس. زي ايه مثلا؟ زي اللينك كيو، هتلاقي فيها ميثودز كتيره قوي بتاخد منك بري ديفايند ديليجيتس. زي ايه؟ زي وير، سيلكت، فايند اول، فور ايتش. فمعنى الكلام ده ان فهمنا للديليجيتس مش بس هيخلينا نكتب كود فليكسبل، لا ده هيساعدنا نفهم الكود اللي احنا بنتعامل معاه كل يوم. هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، وسلام.